بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. نحييكم وهنتكلم النهاردة عن زراعة الغابات الصناعية أو زراعة الأشجار الصناعية اللي بتزرع. طبعا بيخصص في كل مدينة جديدة من المدن الجديدة زي مدينة السادات ووادي النطرون و6 أكتوبر والعاشر من رمضان. كل المدن الجديدة دي بيخصص لها مساحات أراضي من 50 إلى 100 فدان غابات لزراعة الأشجار وتروى والتي تروى بمياه الصرف الصحي. طبعا زي أشجار الكافور والصمت والجزورينة والأكاسيا والصفصاف والسرسوع والسرو، وطبعا نبات النيمة أو أشجار النيمة والزنزلخت. كل هذه الأشجار بتزرع وتروى وتسمد من مياه الصرف الصحي. طبعا الأشجار دي بتزرع في المدن الصناعية عشان امتصاص التلوثات، امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو، امتصاص عوادم السيارات وما خلف ذلك، وبتطلع لنا الأكسجين اللي بيستخدم في التنفس. يعني بتعمل على تنقية الجو، ثم بتعمل على حزام هوائي أو مصدات رياح من الأتربة التي طبعا في يعني مصد رياح للأتربة من الرياح الشديدة على المدن. طبعا دي في منها بيستخدم طبعا في صناعة الأساس زي صناعة الأخشاب، وفي منها بيستخدم طبعا كدراسة للطلاب في كلية الزراعة ومراكز البحوث، وفي منها بيستخدم كمناطق سياحية زي حديقة وادي النطرون أو غابات وادي النطرون اللي انعملت مع الحكومة اليابانية. طبعا بتستخدم للسياحة. نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.